اهلا بيكم في حلقه جديده يا شباب. النهارده هكلمكم عن مسابقه جديده في الكمبيوتر ساينس لكل الناس المهتمه بالكمبيوتر، سواء انت كمبيوتر انجينيرينج او كمبيوتر ساينس اللي هو حاسبات ومعلومات، او اي مجال ليه علاقه بالتكنولوجي بشكل عام. دي مسابقه ليك ومسابقه اونلاين، وكمان جوائزها بالدولار، وبتديك سيرتيفيكيتس، وممكن تكون معاهم امباستورز وبتاخد اكتر من ميداليه، وفي اكتر من ميزه في المسابقه دي. والمسابقه دي اسمها ICSC. النهارده هكلمكم عنها. اول حاجه هي المسابقه هي اسمها International Computer Science Competition. المسابقه دي عباره عن اكتر من حاجه، هي 3 راوندز، يعني في 3 مراحل في المسابقه دي. ومجرد انك تخش اول مرحله اللي هي مجانا تماما، اول مرحله دي اول ما تخشها هتاخد سيرتيفيكت وتاخد شهاده منهم معتمده من ICSC، ودي هتكون اول فيز اللي هي كواليفيكيشن راوند. تاني مرحله هي البري فاينل راوند، ودي هتدفع لها بس 11 يورو لو عايز تشترك فيها، وبعدها الفاينل راوند. طيب ايه فايده المسابقه دي؟ اول حاجه هي انترناشونال وكلها اونلاين، فمش هتحتاج تسافر او تروح اي مكان، فهي مسابقه عالميه لكن من بيتك. تاني حاجه ان في سيرتيفيكيتس وفي اكسبيرينس وبتقوي جدا السي في. تالت حاجه بتدي لك اكسس لتولز كتيره جدا وقويه جدا في المجال، وهنشوف الكلام ده واحده واحده قدام، بس ده بشكل عام. يعني تولز مثلا زي كتب كامله ديب ليرنينج انتراكتيف، وفيجواليزيشن تولز بتخليك تشوف الكود عامل ازاي وبتفهمك اكتر الكود. وكمان لو وصلت للفاينل راوند فانت اوريدي هتاخد واحد من 3 ميداليات، هي يا اما برونز يا اما ذهب يا اما سيلفر، وكمان الاوائل هيكون ليهم جوائز بقى ماديه. طيب المسابقه دي فيها اكتر من ديفيجن: الجونيور واليوث والسينيور. الجونيور ده اللي هو اقل من 16 سنه، اليوث ده اللي هو اقل من 19، والسينيور اللي هو اكبر من 19، اللي هو اكنك في اليونيفرسيتي او في الكوليدج. فانت لو في مدرسه او في جامعه ممكن تخش المسابقه دي عادي جدا، او حتى بعد ما تتخرج كمان. طيب ايه هي الجوائز للجونيور؟ المركز الاول $125، الثاني 75، الثالث 25، واليوس 150 150، وبعدها 175 125 و75، ودي السينيور ديفيجن بتاعت الناس اللي هيكونوا في الجامعات. وطبعا بيدي لك كمان جوائز اضافيه، ناشونال اووردز، يعني مثلا هيدوا جوائز احسن سكول جاي منها سبمشنز، وكمان اكتر عدد من الناس في سكول معينه السكول دي هتاخد جايزه. وكل الناس اللي هيشتركوا ايا كان هم هيوصلوا فين او هيخشوا في انهو فيز، فهم ليهم سيرتيفيكت، فيهم ليهم شهاده. واي حد هيخش الفاينلز زي ما مكتوب ليه، يا اما برونز يا اما سيلفر يا اما جولد اونرز او ميدلز. طيب المسابقه دي ازاي ممكن تشارك فيها؟ الكواليفيكيشن راوند، ودي اول راوند. بتكون الديدلاين بتاعها يوم 14 اغسطس. هتخش على اللينك اللي سايبه لك في الديسكربشن ده اللينك هيوديك للبروبلمز بتاعه السنه دي. البروبلمز عباره عن ايه؟ بتيجي عند PDF ده وتحمله. تعالوا نشوفها مع بعض. فهي دي الاسئله اللي انت المفروض تحلها. هتلاقوا الاسئله بالشكل ده. مثلا السؤال الاول ده عن نيورال نتوركس، والسؤال التاني عن الكيك كالكوليتر، ده سؤال الجوريزمز وجنبه الديفيكالتي او الصعوبه بتاعته. واسئله كمان بعدها اكتر واكتر عن اكتر من مجال. كمان في ديجيتال سيجنالز تحت بيتكلم عن ديجيتال سيركتس. فهم دول الاسئله بتاعتنا بتوع السنه دي. وانت بتصمت لازم تاخد بالك من كام حاجه. اول حاجه لازم توضح جدا اللي انت كاتبه وتدي ديسكريبشن للسولوشن بتاعك، ودي حاجه مهمه. تاني حاجه، فالسولوشنز ممكن تكون انت كاتبها بايدك بخط ايدك، او ممكن كمان تستخدم حاجه زي ليتك تكتب بيها السولوشن. بروجرامينج سولوشنز او بروجرامينج بروبلمز محتاجه بس تكون رافع الفايل بتاعها. وهتلاقوا حاجه اسمها كود سكيلتون. كود سكيلتون ده اللي هو بيدي لك الكود، بس انت بس بيسيب لك مكان معين في الكود تكتب فيه الانسر بتاعك. زي مثلا المثال ده. هنا في المثال ده هو مدي لك حرفيا الكود كله، وكاتب كل حاجه بتعمل ايه، وانت هتحط الكود بتاعك هنا تحت الكومنت ده اللي هو رايت يور كود هير، عشان بس يكون الدنيا منظمه. بس خد بالك بس انك تصمته بالشكل ده. في البروجرامينج لانجويجز المقبوله هي بايثون وجافا وسي وسي بلس بلس. ولازم، ودي حاجه مهمه جدا، توصف الريزونينج، تقول الريزونينج بتاعك لكل بروبلم، يعني ليه حليت السؤال ده بالشكل ده. طيب ازاي اسبميت بقى؟ هنيجي عند البيج دي برضو، كل الكلام ده في الديسكربشن. كوبي ونخش هنا، تكتب اسمك وتكتب ديت اوف بيرث والكونتري والسيتي والايميل والباسورد والنيم بتاع السكول او اليونيفرسيتي اللي انت داخل من عليها. يعني مثلا لو انت مثلا في الجامعه اكتب الجامعه بتاعتك، لو انت في المدرسه اكتب المدرسه بتاعتك، والجريد بتاعك انت السنه كام، والايميل والسولوشن والكود فايلز. وهنا الامباستور بتاعك، الامباستور ده الشخص اللي عرفك عن المسابقه او كده، وده المفروض تختارني انا. يعني هنا هتلاقي اسمي اهو، هتلاقي اسمي ابراهيم رأفت ثابت بهيت. فالمفروض يعني تختارني، ده هيساعدني جدا في وظيفتي معاهم كامباستور. تختار برضو، ومن هنا برضو تختار امباستور لان انت سمعت عن المسابقه من امباستور، وده هيساعدني جدا جدا جدا. او ممكن برضو تستخدم على طول لينك السبمشن، في لينك سبمشن خاص بيا هحطه لكم برضو في الديسكربشن لو عايزين تستخدموه على طول. اللينك ده برضو هيكون موجود تحت. هنا مثلا دي ريسورسز حلوه جدا
عن المسابقه. ده مثلا بيخليك تعمل فيجواليزيشن الداتا ستراكشر. يعني مثلا ممكن تفتح هنا اسمه فيديو الجو، بتفتح مثلا لو عايز تشوف السورتنج شكله عامل ازاي تدوس عليه، هتلاقوا مثلا هنا حاجه شبه كده. هدوس سورت مثلا ونشوف شكلهم بقى عامل ازاي بشكل فيجواليزيشن. ده هيساعدك جدا، وكمان بيدي لك الكود بتاعها، فده رائع جدا. هتلاقوا ريسورسز كتير جدا بقى هنا. هتلاقوا مثلا حاجات من هارفارد، حاجات قويه جدا. بصراحه التولز دي مهمه جدا، ومن اكتر الحاجات اللي هتفيدكم في مسيرتكم عموما. ده كتاب الديب ليرنينج اللي بقول لكم عليه، موجود في اكتر من 70 كانتري. فممكن مثلا نخش هنا على linear neural networks for regression. هو كتاب معمول اكنه جابت النوت بوك. بس كده دي هتكون اول فيز في المسابقه. هعمل لكم سيشنز اكتر عن المسابقه، ممكن كيو اند اي سيشن تفهموا اكتر عن المسابقه. اعملوا فولو للمسابقه دي على البيجز بتاعتهم. ده اللينكد ان بتاعهم، وده الفيسبوك بتاعهم. هتلاقوا بينزلوا حاجات كتير قوي عن المسابقه. وبس كده، اتمنى تكون دي فرصه كويسه ليكم وتفيدكم. بس في اي اسئله سيبوها لي في الكومنتس، هبص عليها واجاوب عليها كلها في فيديو خاص بيها. وكمان ممكن قريب نعمل زوم سيشن او نطلع لايف نتكلم عن المسابقه وايه اللي انتم متوقعينه وايه الحاجات اللي انتوا عايزين تفهموها اكتر. وبس كده، هي دي كانت المسابقه بتاعتنا. اخر حاجه حابب اوريها لكم الفلاير بتاعي، معلش دي حاجه مهمه. فين وفين 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 وفين. ايوه، عاملين لي فلاير مخصوص عشان انا امباستور معاهم. بس فاتمنى جدا برضو تساعدوني وتحطوا اسمي وانتوا تعملوا سبمشن. بس فشكرا جدا ليكم للمشاهده. ما تنسوش باللايك والسبسكرايب والكومنت والشير، ويا ريت تحاولوا تشتركوا في المسابقه دي. فعلا هتفيدكم جدا في المجالات بتاعت السي اس كلها، وهتخليكم اكتر حاسين فعلا بان انتوا عارفين تريليتوا اللي انتوا بتدرسوه في الجامعه او في المدرسه اللي احنا بالحياه اللي احنا فيها. بس شكرا جدا ليكم، مع السلامه.